حبايبنا طلاب ادبي، النهارده جايب لك عن 5 كليات ما تدورش بعدها، ما تقولش انا مش هخش الكليات دي. الكليات دي هي كليات القمه في ادبي، سواء مجموعك 90 او حتى 60. فالكليات دي بين الفئتين دول افضل كليات في ادبي. اضمن لك ان انت مجرد ما تخش الكليه، مجرد تاني سنه تالت سنه هتشتغل، هتبقى حاجه كويسه جدا جدا، سواء تقدر تشتغل في مجال التدريس او حتى كمان تقدر ان انت تشتغل في المجال اللي انا هقول لك عليه ده. في كلية فيهم انت ممكن تشتغل فيها وانت طالب وتقبض مرتب كبير جدا جدا. النهاردة حلقة مهمة جدا جدا لكل طلبة ادبي. هقول لك النهاردة عن 5 كليات يعتبر هم افضل كليات حاليا في سوق العمل، من حيث كل حاجة، من حيث الفلوس، من حيث حتى كمان ايمج الكلية. كلية قمة والله العظيم بجد يا جماعة. الكليات دي من اجمل الكليات في ادبي، كل حاجة حلوة في الكليات دي. يلا مع بعض نبدأ الحلقة. مبدئيا كده يا جماعة عايزين نتكلم عن اول كلية معانا، هي كلية اداب. هتتصدم طبعا جدا جدا، لا هكمل لك الكلمة. اداب قسم مساحة. اداب قسم مساحة، هقول لك الخلاصة اللي انت مش هتسمعها في اي مكان تاني. اداب قسم مساحة، لو انت دخلت الكلية دي وانت طالب تاني سنة هتتعين وهتشتغل. ازاي بقى؟ اسمع بقى يا بطل. اول حاجة كلية اداب قسم مساحة انت بتطلع منها مساح درجة اولى، يعني بتطلع منها مساح درجة اولى. بتشتغل ازاي؟ بتشتغل في كل مقاولات المعمار اللي موجودة في مصر، سواء طرق اندرلوك، سواء مباني، سواء كل حاجة. انت بتتعلم ازاي تبدأ تعمل ميزانية للمكان، ازاي تقدر تشتغل على جهاز اسمه التوتال ستيشن او التودوليت اللي انا هسيب لكم صورته كده. ده انت تتعلم ازاي ترفع المقاسات دي، ومن خلال الدراسة اول سنة ليك انت بتعرف من نفسك ازاي تقدر ترفع مساحة، لانك انت بتنزل عملي في الجامعة. ويا سلام لو هي جامعة المنصورة او جامعة القاهرة، يا سلام يا سلام. انت بعد ما تبدأ ان انت تتعلم الخبرات دي، وكونك انت اتعلمت، بتروح لاي شركه مقاولات، والله العظيم بكلمك بجد، تقول لهم انا مساح وعايز اشتغل، والله العظيم هيشغلوك، والله العظيم هيشغلوك. هتبدا تشتغل وهتبدا تاخد مرتب كبير جدا جدا على فكره، والله العظيم يا جماعه، من ال 8 ل 15000 جنيه لو انت طالب لسه بدرجه مساح. بعد ما بتخلص كليه بتعمل ماجستير، بتبدا مهندس مساحه، بتاخد انت بقى موقع كبير جدا، وانت اللي بتبدا يعني المسؤول عن الموقع ده في رفع المساحه بتاعته. مش عايز اخشك في مجال دراسي اكتر، ولكن من افضل الكليات حاليا في سوق العمل هي كليه اداب قسم مساحه. مش كليه اداب بس، لا كليه اداب قسم مساحه. اضمن لك فيها ان انت تبقى بيرفكت بيرفكت بجد بجد، وهتشتغل على طول. اتمنى لك ان انت تخش الكليه دي لو مجموعك ما بين مثلا، ممكن نبدا نقول مثلا 60 70 مثلا، او حتى كمان في الثمانينات كمان. يعني والله بجد كليه جميله جدا، وكليه قمه من حيث سوق العمل، كليه قمه. تاني كليه معانا يا بطل وهي كليه سياسه واقتصاد. طبعا هتقول لي الكليه دي من كليات القمه اللي هي عاليه قوي قوي، هقول لك لا، هي بدات انها تقل شويه في سوق العمل لسبب واحد بس، ان كل الناس اللي عايزه تخش الكليه دي عايزه تبقى سفراء. مش عارف ازاي، ولكن الكليه دي بتبقى من افضل الكليات حاليا بمجال الشركات. مفيش شركه بتخلو عن شخص اقتصادي بيبدا ان هو يدير المنظومه صح، يبدا يدير الموظفين، يبدا يدير الشؤون، يبدا يدير الفلوس الاداريه، المكاتب الاداريه، كل الكلام ده في اي شركه انت بتطلبك على طول. انت مجرد ما تخلص سياسه واقتصاد بتاخد دبلومه، ممكن تتعين معيد كمان بسهوله جدا جدا. والكليه الوحيده اللي مش بتخليك تحتكر ال10 الاوائل فقط، لا، انت لو انت عايز تقدم عن المعيد بتبدا تعمل دبلومه وماجستير وبتقدم عادي جدا جدا. من افضل الكليات برضك في ادبي. انا عارف ان هي ممكن تقول كليه قمه طبعا ومعروفه، ولكن مجالات سياسه واقتصاد مجالات كتيره جدا جدا، ممكن تشتغل في كل حاجه، مش شرط تبقى سفير بس. هنتكلم عنها في حلقه منفصله باذن الله قريب جدا جدا، ولكن تحط في عين الاعتبار لو انت جبت مجموع كبير، برضو كليه سياسه واقتصاد من الكليات اللي انت يعني جميله جدا جدا. تالت كليه معانا وهي كليه تربيه. انت تقول لي الموظف المدرس ما بيقبضش، اقول لك الزمن الجميل الحلو ده بدأ المدرس ياخد وضعه شويه، محتاج السوشيال ميديا. مع التطور الكبير اللي بيحصل في التعليم، بقى الاونلاين جزء من المنظومه الدراسيه اللي احنا مش كنا متعارفين عليها. انا دفعه التابلت، وبقول لك ان انا كنت معظم دروسي كانت اصلا اونلاين. فبقول لك ان المدرس حاليا بدأ ان هو يعني يتجه لاتجاه الاونلاين. وطبعا مش هقول لك المرتبات تبقى عامله ازاي المدرسين دول، ولكن سيب الشق ده بعدين، نتكلم بس الاول في الكليه والتخصصات اللي انت ممكن تشتغل بيها في قطر، في السعوديه، في البحرين. من افضل الاماكن اللي جدا
تاشيره او فيزا عمل بسيطه يا بطل، وتروح على قطر، السعوديه، البحرين وعمان كمان، تبدا تشتغل بمرتب ما فوق ال 3000 ريال او 3000 درهم. دول من افضل الثلاث تخصصات المطلوبه حاليا. ولو دخلت على الويب سايت تبع اي جامعه او اي مدرسه في الدول العربيه دول، هتلاقي ان هم طالبين مدرسين من التخصصات دي. يعني كليه التربيه ما بتحتكرش بس ان انت تشتغل في مصر، لا، معظم المدرسين اللي بتخرج بره يا جماعه مرتباتهم بتبقى كويسه جدا 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 كمان يعني. فهنتكلم برضو الفتره الجايه عن كليه التربيه، وازاي تبدا ان انت تاخد التخصص بتاعك، وازاي كمان تشتغل، وازاي كمان ان شاء الله باذن الله باذن الله لو ليك عمر باذن الله او لنا العمر احنا الاثنين، هقول لك ازاي تبدا تقدم على فيزا. لو حد في تربيه كمان ممكن اقول له ازاي يقدم على فيزا ويبدا ان هو يسافر يشتغل بره ان شاء الله. رابع كليه معانا وهي كليه لغات وترجمه. هتقول لي لغات وترجمه، هقول لك اسمع سوق العمل بيقول لك ايه. سوق العمل محتاج الخريجين دول في مجال الفنادق. حاليا ما شاء الله احنا بدأنا ان احنا نتفتح في موضوع الفنادق والبازارات والمزارات والكلام ده كله، فمحتاجين شخص عنده لغة اكتر من لغة يقدر يتحدث بيها نت سبيكر للناس السياح اللي بتيجي لمصر. فالكلية ديت كويسة جدا جدا، تقديمك بسيط جدا في اي فندق من 4 فنادق كده تقدم فيهم، فندق هيقبلوك صدقني والله، فندق هيقبلوك اذا ما كانش كلهم. فكليه لغات وترجمه ما هتخلص برضك، او انت وانت طالب حتى كمان تقدر تشتغل. يعني ممكن من السنه الثانيه تبدا في اجازتك تقدم على اي فندق ان انت معاك مثلا اللغه، حتى لو كانت بنسبه 60% بتتقبل وبتشتغل على طول وبمرتب كبير جدا جدا. فكليه لغات وترجمه كليه كويسه جدا جدا، اتمنى لك ان انت تفكر فيها بنسبه كبيره جدا جدا. لو انت كمان طالب بتحب اللغات وتحب الحاجات دي كويس يعني كلها، فانت تبقى محظوظ جدا جدا لو دخلت الكليه دي، ومن افضل الكليات حاليا اللي هي بتنافس في سوق العمل، سواء انت وانت طالب بتشتغل او حتى لما بتتخرج بتشتغل بسهوله جدا جدا بدون اي تعب. خامس كليه معانا ممكن تتفاجئ لما اقول لك عليها، هي كليه تربيه نوعيه. كليه تربيه نوعيه مفيش مدرسه في مصر، مفيش مدرسه بره مصر مش عايزه طالب، مش عايزه مدرس تربيه نوعيه، سواء في مجال التربيه الرياضيه او التربيه الموسيقيه او حتى التربيه الطفوليه، او حتى كمان في مجال بقى البث، الحاجات اللي هي في المدرسه دي، النشاطات الترفيهيه في المدرسه دي. صدقني والله العظيم في ناس في السعوديه بيدرسوا، يعني في ناس في السعوديه متخرجين من تربيه نوعيه، وممكن نتكلم على التخصص ده بالتحديد او الكليه دي بالتحديد في حلقه منفصله. بيقبض مرتب كبير جدا جدا ما شاء الله عليه، وبرضك مطلوبه جدا، فيازها موجوده بشكل كبير جدا جدا. فانت مش هتعاني لو الناس مثلا اللي جايبه من في يعني من ال50 وال60 ممكن تاخد الكليه دي. بجد بجد كليه كويسه جدا جدا ومنافسه جدا في سوق العمل، صدقوني والله. مش يعني بالمجموع ان هو قليل قد ما انت تختار الكليه الصح، الكليه اللي انت من خلالها هتقدر تتعين وتشتغل ممكن وانت طالب. انا اتكلمت عن كليات وانت طالب بتشتغل، اكتر من كده مش هتلاقي. والكلام ده على مسؤوليتي الخاصه يا جماعه، على مسؤوليتي الخاصه. سواء لغات الترجمه بدات ان انت تتعلم لغه ورحت فندق وما قبلكش، ارجع للفيديو وقول لي انت كذاب. سواء مساحه ورحت تشتغل في اي موقع وقلت له او ما وافقش، ارجع وقول لي انت كذاب. كل الكلام ده مدروس يا جماعه بنسبه 100%. الخمس كليات دول لو دخلتهم اضمن لك ان انت باذن الله باذن الله، طبعا كل حاجه باراده ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تبقى مستواك المادي كويس جدا، ومستواك كمان الايمج كويس جدا جدا، لان كليات كويسه جدا يا جماعه. احنا في زمن محتاج فعلا الكليات اللي تقدر من خلالها تخلص تشتغل على طول. ربنا معاكم ان شاء الله. هنتكلم بشكل منفصل اكتر عن الكليات دي كلها، كل حاجه، واقول لك كمان الجامعات المناسبه للكليات دي ايه، اللي بتدرس الماده بشكل كويس جدا جدا ايه. كل التفاصيل دي اقول لك عنها باذن الله في الحلقات الجايه باذن الله. ربنا يوفقكم يا طلبه، ربنا يوفقكم باذن الله للخير، وان شاء الله اشوفكم على خير وفي كليات اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله. السلام عليكم.